بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم في هذه الحلقة عن أهمية وفوائد الزكاة والصدقة. فمن فوائد الزكاة أنها تطهير للنفس وتزكية لها، والزكاة شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، والزكاة توثق العلاقة بين الأغنياء والفقراء وتعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي، والزكاة تعود النفس على البذل وتطهيرها من الشح. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والزكاة أيضا تحرر الفقير من الحسد وتسد حاجته وتقلل الفوارق بين الناس. والزكاة تنشط الحركة الاقتصادية، لأن الغني عندما يقدم المال للفقير فهذا الفقير سيحاول قدر استطاعته أن يشتري ما هو بحاجة إليه. والصدقة من فوائدها أنها باب من أبواب الجنة، وتظلل صاحبها يوم القيامة وتفكه من عذاب النار. والصدقة تطفئ غضب الرب وهي خير ما يهدى للميت. والصدقة تطهر النفس وتزكيها وتضاعف الحسنات. والمتصدق من خيار الناس، والصدقة يشمل ثوابها كل العاملين بها. يعني في إنسان هو بيقدم المصاري، في إنسان هو بيوصل المصاري، حتى الذي يسعى بالصدقة له أجرهم. والصدقة إن شاء الله تزيد من عمر الإنسان وتجلب له الرزق، لأنه ما نقص مال من صدقة. والصدقة علاج ودواء وشفاء، وتدفع البلاء وتقي من ميتة السوء. والصدقة أجرها ثابت ولو كان على البهائم والطيور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.